أهلا وسهلا بحضراتكم. بنتكلم عن الفنان المصري تامر حسني والجزائرية مريم حسام، والخبر اللي متداول بشكل كبير جدا جدا على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى السوشيال ميديا، وناس كتير اتكلمت عنه والصحافة المصرية اتكلمت عنه كتير جدا جدا، وهو مريم حسام اللي دايما ملازماه، والناس بتقول ان هي دي حبيبة تامر حسني الجديدة، وهي من أصول جزائرية وبتشتغل في مصر، بتشتغل في شركة تامر حسني أصلا. واللي عرفها اتعرف عليها ازاي ان هو عنده شركة كبيرة وشغالة فيها ناس كتير جدا جدا، وان هي السكرتيرة بتاعته، واللي كانت طبعا قبل كده على خلاف مع بسمة بوسيل، يعني ما كانتش بسمة بتحبها اطلاقا، ولكن هي اللي عرفته عليها، وهي قالت ان هي بنت مجتهدة جدا جدا ومتميزة في شغلها. ومن هنا عرفها تامر حسني، وغالبا نشأت ما بينهم قصة حب، ده اللي الناس بتتكلم عليه، لان تواجدها معاه في كل مكان في دبي، في الساحل معاه، في حفلاته كلها بتبقى معاه موجودة. يعني في تساؤلات كتير جدا جدا، يا ترى هي فعلا تامر حسني بيحبها وهيتجوزها؟ والغريب ان هي مرافقاه في كل الاوقات وفي كل الحفلات وفي السفر وفي كل حاجة، ملازماه في كل حاجة. يعني هي موظفة في الشركة، فاكيد الناس اجزمت بنسبة كبيرة جدا جدا ان في قصة حب ما بينهم، وان هو بيعشقها وبيحبها، وان هي فيها مميزات هو بيحبها جدا جدا، ان هي بعيدة عن الأضواء خالص، وما بتحبش السوشيال ميديا، ولا بتحب أي حاجة في الكلام ده خالص. يعني حتى ما تلاقوش لها صور غير الصورة اللي حضراتكم شايفينها على الغلاف دي، لأن هي ما بتحبش السوشيال ميديا أصلا. ده الفرق اللي ما بينها وما بين تامر حسني، إن بسمة بتحب السوشيال ميديا وبتحب التصوير وبتحب تظهر وتتصور، ودايما كل حاجة وتفاصيل حياتها منزلها على السوشيال ميديا. انما بعكس مريم حسام اللي لفتت الانظار بان هي ما بتحبش السوشيال ميديا، وما بتحبش التصوير، وما بتحبش عموما اي حاجة على السوشيال ميديا. يعني بني ادمة او انسانة عاقلة جدا جدا جدا، وده اللي عايزه تامر حسني. اتمنى ان فعلا لو فيها المميزات دي ربنا يا رب يوفقهم في الخير، اللهم امين يا رب. وهنشوف النهارده زي ما بيقولوا الخبر بيبقى ببلاش، بكره هيبقى بفلوس، وهيبقى بفلوس كتير جدا جدا لما الخبر يبقى فعلا حقيقي وينتشر على السوشيال ميديا. ده الفيديو مع حضراتكم، ومع السلامه.